تعالوا نعمل عجينة القطايف بحشوات جديدة ومختلفة وبطريقة مظبوطة جدا. يلا بينا نشوف مقاديرنا. كل سنة وانتم طيبين. هلال شهر رمضان الكريم. مع الشيف هالة هنعمل الحلو بأسرار وابتكارات جديدة. النهاردة هنعمل القطايف بشكل مختلف معانا وحشوات جديدة، يعني هنحاول نبتكر فيها كده ونعمل العجينة مظبوطة جدا، يعني مش هتشتريها تاني من بره. تعالوا بقى نشوف المقادير بتاعتنا ونشوف القطايف هنعملها ازاي مع بعض. مقاديرنا مختلفة بس هتديكي نتيجة ان شاء الله مضمونة جدا، وهيطلع معاكي زي اللي بتشتريه واحلى كمان. معايا هنا 3 كوب دقيق نخلاه طبعا كويس جدا. عندي بقى في الوصفة كده اللي يعني ممكن تستغربي شوية بس هينجح معاكي وهيطلع مظبوط قوي. كوباية الا ربع سميد، السميد بتاع البسبوسة ده. وعندي معلقه صغيره بيكنج باودر وربع معلقه بيكنج صودا، تمام. 4 معالق سكر طبعا عشان تبقى طعمها مسكر معانا شويه. وعندي هنا نص معلقه خميره فوريه صغيره مع نص معلقه بس. وهنحتاج 4 كوبايات ميه تكون دافيه. تعالوا يلا نبتدي ونشوف هنعمل ايه. هنشتغل في الكبه او ممكن تشتغلي في الخلاط، مفيش اي مشكله. انا هشتغل معايا في الكبه. هنزل اول حاجه كده بالدقيق، هننزل بقى بالسميد، دقيق السميد بتاعنا. يعني هو طبعا هنحط كل المواد بتاعتنا كده الجافه. المقادير دي هتدينا كميه حلوه قوي. هنزل بقى كده ايه بالميه، مش هنزل بيها كلها، يعني هسيب كوبايه على جنب، احتجت تاني هحط. ضربهم ضربه كده. هنحتاج الميه لان هي ما بتكونش معايا تقيله كده، لازم تكون عارفين البان كيك والحاجات دي بتبقى اخف كمان من البان كيك والكريب. يعني العجينه بتاعتنا بتبقى خفيفه، السمك بتاعها بيبقى خفيف. يبقى كده احنا حطينا ال4 كوبايات ميه احتاجناهم. تعالوا بقى نشوف ايه القوام بتاعها. شايفين بقى، بصوا سايل ازاي، يعني مش ميه برضو، يعني هو ده كده بالنسبه لي القوام المظبوط قوي. نحاول بقى ايه نفضيها في حاجه تكون ليها يعني زي بوس كده من قدام عشان نعرف نعمل الشكل مظبوط. طاسه على النار كده، انا مسحتها بس اول مره يعني بالفرشه كده زيت بس اول مره بس. اهم حاجه تكون الطاسه ما بتلزقش. الحجم بقى يعني ده اللي انت عايزاه. انا مش عايزه الطاسه تكون سخنه قوي، فاهميني؟ عايزه تكبري الحجم عن كده مفيش مشكله، تصغريه برضو تعمليه اللي هو الميني الصغير مفيش مشكله. تعالوا بقى كده، بصوا ابتدت اتحركت معايا اهي خلاص. شايفينها مش لازقه معايا في الطاسه وخدت اللون اللي انا عايزاه. ابتدي اطلعها. اهم حاجه بقى ايه لما نطلعها نحاول نغطيها علشان تفضل معايا بس طريه، يعني بفوطه مطبخ كده نظيفه نحاول نغطي الحاجه اللي احنا هنعملها. تعالوا بقى نشوف الكميه كلها لما خلصت معايا. طبعا الخطوه المهمه ان نفضل محافظين عليها، نغطيها علشان تفضل طريه معايا، تمام. عايزه اقول لكم عملنا كميه ما شاء الله من المقادير البسيطه جدا دي، طلعت معانا كميه حلوه قوي. بصوا بقى شكل العجينه بتاعتي، شايفين القطايف ولونها عامل ازاي. انا قافلاها نص قفله كده ليه، هوريكم هنعمل ايه دلوقتي. كمان لو حضرتك حابه تحشيها وتشيليها في الفريزر يبقى الافضل تحشيها اول ما تطلع معاكي وتقفليها على طول، لان هي لما بتقعد شويه معانا بتنشف فما بنعرفش نقفلها كويس. فاحشيها وقفليها وطلعيها بقى على القلي زي ما هتعمليها. ممكن نعملها حلو او حادق كمان، ممكن نحشيها جبن، نحشيها مفروم، يعني بتبقى طعمها حلو جدا في الحادق برده. بس طبعا مش هنسقيها شربات ولا اي حاجه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. انا قفلتها كده زي ما قلت لكم علشان انا هدخلها دلوقتي هقليها نص قليه، هوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي وهحشيها. تعالوا بينا يلا. اول ما الاقي الزيت سخن معايا هنزل بيها كده على طول. علشان كده قلت لكم ما تغمقوش اللون بتاعها لما تعملوها، علشان هي تاخد معايا لون دلوقتي تاني، تاخد بقى معايا اللون الذهبي الحلو الجميل ده. تعالوا بقى نشوفها خدت لون سريعا، ما خدتش معايا وقت خالص. بصوا اللون الذهبي الجميل ده كده. نطلعها بقى على مناديل كده المطبخ، نحطها بس عشان تنزل الزيت اللي فيها، مش عايزين تبقى شاربه زيت كتير معايا. خدي بالك يعني هي ما بتاخدش وقت كتير قوي في القلي، يعني فتبقي واقفه كده واخده بالك لان هي بتاخد لون سريعا. تعالوا بقى نشوف شكلها ونشوف الكميه كمان بتاعتنا. مش شايفين؟ بصوا اللون بتاعها، عايزه اقول لكم عامله ازاي ومقرمشه كمان. حاولي ما تقفلهاش للاخر، يعني لما تيجي تقفليها علشان يبقى عندك فتحه كده تعرفي هنحشي فيها الحشوه بتاعتنا. الحشوات بقى هنشوف هنحشي ايه. تعالوا مع بعض نشوف الحشوات بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف الحشوات بتاعتنا. الحشوه شوفي الحاجه اللي انت بتحبيها مفضله عندك، يعني ممكن تحشي عجوه، ممكن تحشي زبيب، جوز الهند، كريمه. الحشوات كتيره ومختلفه. انا هنا عندي كريمه وحطيت عليها كراميل، وعندي هنا كنافه كانت متحمصه وحطيت عليها يعني لوتس، شويه لوتس كده. ممكن تحطي عليها بيستاشيو، الحاجه اللي انت تحبيها، او نوتيلا كمان، ممكن كمان نحشيها نوتيلا. تعالوا بقى، وعندي هنا سوداني كده للتزيين ومكسرات. هنحشي كده
بالشكل ده كده حشوه من جوه. نيجي كده في المكسرات بقى او السوداني، الحرف بتاعها ده ممكن عليه كده شوكولاته متسيحه كده ونحطها فيه برضه هيبقى شكلها حلو قوي. شايفين بقى الشكل عامل ازاي؟ تعالوا ناخد واحده كده من حشوه الكنافه دي، بتبقى طعمها حلو قوي على فكره مع القطايف. كده تكون خلصت وصفتنا النهارده. عملنا القطايف بحشوات مختلفه وجديده. ما تنسوش تجربوا الطريقه، ولو عجبتكم تعملوا لايك وشير وفولو. باي باي.